لو متعود ترمي مية سخنة في الحوض من غير ما تسمي الفيديو ده ليك، عشان المرة الجاية ممكن ما تعديش على خير. الحكاية دي حصلت بجد، والستر فيها كان بمعجز. الحكاية في كلمتين. بتبدأ الحكاية بنرجع بالزمن لسنة 95، وقت ما كان الليل كان ليل بجد، والسكون له هيبة تقبض القلب. بطل حكايتنا كان سهران لوحده بيذاكر، وكان قاعد في البيت لوحده، والساعة دخلت على 3 بعد نص الليل. البيت كان في حالة سكوت وهدوء قاتل، لدرجة انه كان سمع صوت رنة الكهرباء في اللمبة. فقرر يدخل المطبخ يعمل فنجان قهوة يظبط الدماغ. ولع البوتاجاز والمية غليت، وصب قهوته بكل عفوية، ومن غير ما يفكر مسك الحلة ورمى باقي المية اللي بتغلي في الحوض. وفي اللحظة دي ودانه صفرت، وافتكر الكلمة اللي كانت سته دايما بتقولها له: يا ابني ما ترميش مية سخنة في الحوض بالليل الا ما تسمي بسم الله. الاماكن دي لها سكان يا حبيبي وما بيرضوش بالاسيل. هز راسه والف سر يا ست، دي خرافات، وفي حد بيصدق الكلام ده؟ ملحقش يكمل الكلمة ولقى الحوض بدأ يغلي، ومش مية، ده صوت غليان جاي من ابعد نقطة في المواسير. وفجأة الحوض طفح وطلع منه سائل اسود شبه الزيت، ومعاه صرخة مكتومة بدأت تعلى وتتحول لبحة مرعبة، كأن في حد روحه بتتسحب وهو بيقول بصوت مرعب: حرقتني حرقتني. فجأة الحنفية فتحت لوحدها ونزلت مية بتلج، والجو في المطبخ بقى ساقع تلج لدرجة إن نفسه بقى طالع بخار، وسمع همس بارد لزق في ودانه: المرة الجاية مش هنعديها له. من الرعب رجله ما كانتش شايلاه، جرى على الصالة وفضل قاعد لحد ما النور طلع. دخل المطبخ وقلبه بيدق، لقى كل حاجة طبيعية وهادية. بس لما قرب من الحوض، علامة ايد ضخمة مش بشرية مطبوعة بوضوح على معدن الحوض، وكأنها محروقة فيه بنار مش من علم. التسعينات خلصت، بس الحكايات اللي زي دي ما بتخلصش. تفتكروا دي كانت حكاية ولا مجرد تهيؤات وتخاريف من سهر المذاكرة؟ مستني اسمع رأيكم في الكومنتات. ودي كانت حكاية جديدة من حكاوي الدهشات.